الناس اللي بتحب كيكة البرتقال هتدمن الوصفة دي، لأن هي سهلة اقتصادية، ريحتها بجد رهيبة وطعمها بجد مع كوباية شاي بلبن يوديكي في حتة تانية خالص، بدون بقى سمنة، بدون زبدة، بدون لبن، بدون كمان مضرب. هنعمل كل المكونات في الخلاط، وهتبقى سهلة وبسيطة. نقول كده بسم الله، واجيب 4 كوبايات معيارية، 4 كوبايات الا ربع من الدقيق. هنخلهم، وهنخل معاهم 4 معالق من النشا. هنخل برضو النشا ودي كويس جدا، دي اهم خطوة. وهجيب ظرف من الكيك شيف او البيكنج باودر، وذرة من الملح، اقلب المكونات الجافة. وبعد كده هجيب بقية المكونات عندي في الخلاط. هجيب كده في الخلاط عندي، في شفشق الخلاط، 4 بيضات بدرجة المطبخ، كوباية ونص من عصير برتقان الفريش بدون ما احط فيه سكر، واحط كمان قشر يوسفي غسلته كويس جدا طبعا، وقشر البرتقانية اللي انا عصرتها هغسلها برضو كويس جدا واحطها في الخلاط، وكوبايتين من السكر وكوبايه من الزيت وبس. هضرب المكونات دي كلها. المكونات دي تكفي لصينيه 30 في 40. لو انت حابه تقسمي المكونات، تاخدي نص المقادير دي وتعمليها في الصينيه اللي هي اصغر من دي. هحط بقى، هضربهم بعد ما اضربهم في الخلاط كويس جدا، خليط ريحته بس رهيبه من قبل ما ادخله الفرن. هقلبه مع الدقيق كويس قوي. وبعد كده هجيب صينيه بتاعت 30 في 40، هدهن بس القاع بتاعها بس بالزبده كويس قوي، وبعد كده هبطنها بالدقيق. وبعد كده هحط الخليط بتاعي، واكون مولعه الفرن على درجه حراره 106 100 180. هتقعد معايا لحد لما يبقى لونها ذهبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهختبرها بالخله. هتقعد تقريبا معايا 25 دقيقه على حسب الفرن بتاعك. بعد كده اما تطلع زي ما انتوا شايفين كده، انا ما استنيتش لحد لما تهدى شويه، ابتديت المفروض ان انت تهدي عليها شويه، بعد كده تبتدي تقطعيها. ارتفاعها ممتاز، ريحتها رهيبه، طعمها كده هيوديكي في حته تانية. اراهنك ان انت هتقومي تعملي صينيه واتنين، مش صينيه واحده بس. بجد وصفه سهله جدا، وطريقه كيكه هايله. بجد ان شاء الله هتعجبكم. اتمنى اشوف تطبيقاتكم. هتوحشوني. الفيديو الجاي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.